السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسويق. أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب أم حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك أم حمزة للتسويق. النهاردة معانا سخان السندوتش ماركة أديسون. زي ما انتم عارفين ماركة أديسون يا جماعة دي من شركة السيف جاليري، من أشهر الشركات أو ما كانتش أشهرهم في السعودية. بيعملوا طبعا اشهر حاجه عندهم القلايات، وبرضه اشتغلوا عجانات، يعني هم متخصصين في الاجهزه المنزليه. النهارده معانا توستر الساندوتش الستة في واحد من شركه اديسون. ده شكل الكرتونه بتاعته. هو طبعا يا جماعه التوستر ده بيجي 1400 واط. طبعا الشركه بتاعته بتضمنه في السعوديه ضمانها 3 سنين، ودي بصراحة من المميزات في شركة أديسون تحديدا أو السيف جاليري، إن معظم منتجاتها، يعني معظم المنتجات اللي بتيجي من السعودية عندنا في مصر هنا بيضمنوا سنة. في السعودية إجباري أي منتج دايما تلاقي عليه ضمان سنتين. يعني شوفوا هنا أي جهاز مثلا العجانة دي أهو لازم تلاقي ضمان سنتين. أي منتج الحلة النيوتري كوك مش باين على الكرتونة، المهم إن ضمانها سنتين في أي منتج، إلا السيف جاليري صراحة بيدي ضمان على منتجاته دايما 3 سنين، وده دليل ان هو واثق في منتجاته وجودتها. مثلا اهي القلايه بتاعتها برضو بصوا ضمان 3 سنين. ف يعني بصراحه ميزه الاجهزه السعوديه ان الضمان بتاعها او وزاره التجاره قويه هناك، فبتفرض على ان الاجهزه تيجي بجوده معينه بحيث انها تقعد سنتين على الاقل. والله حبيتوا تحطوا 3 سنين هيقول لك خير وبركه. طيب الجهاز ده بيجي معاه 6 وشوش يا جماعه. بيجي وشوش الوافل 4 قطع مربعين. طبعا بيشتغل جريل، ده جريل عشان لو نعمل سندوتشات للاولاد. بيجي معاه ميني دوناتس، بيجي معاه الشروز دي معروفه قوي في السعوديه، بيجي معاه البان كيك او ساعات بيقولوا عليها المعمول، بيجي معاه السندوتش او التوستر. طبعا هو بيجي 2 سخان علوي وسفلي بقوة 1400 واط، حجمه كبير، شكله بقى بصراحة مميز. بيجي الوان كتيرة، احنا بنجيب اللون اللي هو الكافيه ده، بيبقى واخد كده شكل ستانلس من بره، شكله جميل. طبعا زي ما انتوا عارفين هو بيشتغل بلمبتين او كل التوسترات كده. اللمبة دي اول ما بنوصل الكهرباء، واللمبة دي اول ما يوصل لأعلى درجة حرارة، هو اعلى درجة حرارة بيوصل لها 200. ده اللوك اللي بنفتح بيه. وزي ما قلنا لكم ميزه التوسترات اللي زي دي، احنا ممكن نجيب في السوق عندنا موجود ب 900 جنيه وب 1000 جنيه توستر بيبقى وش واحد فقط، فانا بستخدمه مثلا كتوستر وبارك الله فيما رزق. لكن ميزه ده ان احنا نقدر نغير الوشوش ونقدر نعمل اشكال كتيره ومميزه. خلينا بقى نشوف معاكم الاشكال بتاعتهم. زي ما قلنا لكم طبعا هو هنا اهو، خلينا نمسك كده بايديا. هنا الوش بيتخلع بمنتهى البساطه كده اهو، كده وكده، وبنطلع الوش. طبعا لسه جديد فايه سيبها يا كابتن. ايوه اهو ماسك من ده اهو، بنفتح كده ويطلع الوش. بيبقى فيه زي سوسته كده عشان ايه؟ عشان الامان. اول ما بركب الوش هي على طول بتضغط السوسته دي بحيث السخان يشتغل عشان الامان. زي ما قلنا لكم بقى بالطريقه دي بنشيل الوش مثلا التوستر ده، ونقدر نركب الوش الوافل، الوش البانكيك، الميني دونات، التشروز، زي ما انتوا عايزين. وطبعا هو بيبقى 2 سخان، سخان سفلي وسخان علوي، الاتنين بقوه 1400 واط. خلينا بقى نشوف الاشكال اللي معاها. زي ما قلنا لكم ده وش الوافل بيجي كده مربعات. طبعا كل وش بيجي معاه قطعتين، يعني دي قطعة ودي قطعة. دي الشكل اللي هو بتاع الوافل مربعات، دي القطعة بتاعة التوستر. وطبعا كل دول تيفال يا جماعة غير قابل للالتصاق. وزي ما انتوا عارفين اذا كان تيفال او جرانيت او سيراميك لازم اول استعمال عشان نحافظ عليه ان احنا ندهنه كده بقطنة بزيت ونسيبه يسخن لمدة 10 دقايق، وبعد كده نمسحه بمنديل ونقدر نستعمله عادي. الحركة دي يا جماعة لازم تستعملوها مع اي حاجة مدهونة، تيفال، سيراميك، جرانيت، حتى لو كان اي حاجة مدهونة لازم كده. ليه؟ هي الفكرة دي الفكرة حتى هتلاقيهم كاتبينها كده في الكتيب بتاع الجهاز،
فكره انتوا كده لما بتدهنوا عربيه جديده، الناس لما بتدهن عربيتها بتدخلها ايه؟ بتدخلها حاجه اسمها كابينه او فرن، عشان تشغل السخن على الدهان، فالدهان يشد ويقعد اطول فتره ممكنه. فهي نفس الفكره كده، بنقول لكم كده تدهنوها زيت وتسيبوها تشتغل لمده مثلا 10 دقايق او شيء. بعد كده باقي الوشوش احنا كده خلاص استعرضنا معاكم الوافل. وده الجريل، طبعا حجمه كبير ومميز اهو، تقريبا 25 سنتي. ده الوش بتاع التوستر، ده الوش بتاع الميني دونات. الميني دونات بيعمل 12 قطعة. ده بتاع البوب كورن او البوب كورن، انا اسف، البانكيك. وده التشوروز يا جماعه. التشوروز ده جميل قوي، مشهور في السعوديه، حاجه كده بتبقى طويله زي بلح الشام كده، بيحشوها بقى نوتيلا، بيحشوها مهلبيه، يعني بتتعمل حاجات كتير مشهوره جدا. ده طبعا شكل السخان اهو، احنا بمنتهى البساطه اول ما بنزله كده اللوك ده يقفل. شكله كده جميل، مديله طبقه كده ستانلس. زي ما قلنا لكم بقى، خلينا نشغله اهو. بصوا اول ما بشغله اللمبه الحمراء دي تبدا تنور، اول ما يوصل لاعلى درجه حراره اللمبه الخضراء تبدا تنور. ده كده كان ريفيو سريع لسخان السندوتش الاديسون الستة في واحد، انا اسف. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب ام حمزه للتسويق.